خسارة الأندرتيكر في راس المنيا 30 قدام الوحش بروك ليزنر ما كانتش قرار عشوائي، لكن كان وراها تفاصيل كتير. فأول سبب كان واقعي، فتيكر وقتها كان عدى ال50 وجسده اتأثر من السنين الكتيرة والإصابات، ومع كل راس المنيا بقت مشاركته أصعب، فكان لازم في لحظة يسلم الشعلة. وتاني سبب ان فينس ماكمان كان شايف ان الاستريك خلاص وصلت لنهاية قصتها، وان استمرارها هيخلي كل انذار متوقع ومفهوش مفاجأة، فقرر ان هو يكسرها علشان يعمل صدمة تاريخية تعيش لعشرات السنين. اما ليه بروك بالتحديد؟ لانه كان اكتر مصارع مصداقية وقتها، بطل حقيقي في اليو اف سي وبطل ال NCAA في المصارعة الحرة، يعني مش مجرد شخصية تمثيلية، لكن مقاتل عنده سجلات وبطولات حقيقية، وده بيخلي الجمهور يصدق فعلا ان هو قادر يهزم الاسطورة. كمان بروك كان مناسب من ناحية الامان جوه الحلبة، لانه بالرغم من قوته الكبيرة الا ان هو كان عنده خبرة تقنية عالية تخليه يحافظ على خصمه في اصعب اللحظات. واضافة لكده فالاندر نفسه وافق على النتيجة احتراما للبيزنس، لانه مؤمن ان كل اسطورة لازم تيجي لحظة يخدم بيها الجيل الجديد. وفي الكواليس اتقال كمان ان اصابة الاندر في بداية النزال عملت له ارتجاج في المخ، خلى الاداء اضعف وخلى القرار يبان فجأة. لكن في الحقيقة الخطة كلها كانت محسوبة ان بروك هو اللي يكسر السلسلة، وده معناه ان السبب الرئيسي للهزيمة كان مزيج بين سن الاندر وصعوبة استمراره ورغبة الادارة في لحظة صادمة واختيار بروك كاسم قوي مقنع يخدم مستقبل الشركة.